رغم اعتقادنا الجازم بأفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله المطلقة على جميع الخلق، ولكن كيف نفهم الحديث يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما؟ أين المصدر؟ الحديث القدسي نسمعه كثيرا في المواتم. تسمعه كثيرا لأنك تسمعه ممن ليس له عناية بالمصادر. هذا الحديث ليس له مصدر يعتمد. نعم، توجد روايات كثيرة أن الله سبحانه خلق الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد في بعض الروايات أن الله خلق الخلق لهم مثلا، هذا يوجد. أما لولا فاطمة لما خلقتكما، هذا حديث ليس له أصل يعتمد وليس له إسناد يصلح للاستناد.